السلام عليكم. شكرا بداية على دعمكم والاشتراك في القناة. فيما يخص حدوث الزلازل، القليل منا لا يعرف كيف تحدث. سأعطي لكم مثال. الزلازل أولا سببها تحرك اللافا أسفل أو في باطن الأرض. مثلا نأخذ الغلاي، عندما نضعه على النار فإن الماء يطبخ، وعندما يصل الماء إلى درجة الغليان حيث البخار والفقاعات المائية، فإن ذلك يحرك غطاء الغلاي، بمعنى أن الماء المغلي يحرك الغطاء كما تحرك اللافا الصفائح التكتونية، وهذا ما يسبب في التقاء الصفائح وتحركها واندلاع ووقوع الزلازل. تحية طيبة، إلى فيديو آخر، والسلام.